بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عايزه اقول لكم في الله بحبكم، احلى واغلى متابعين ام عبد الله طبعا. النهارده معايا اسعار جميع انواع الطيور من معمل البرماوي. كل حاجه موجوده بسعر الجمله. كتاكيت البرماوي جوده، مناعه، حيويه، تحويل عالي. العنوان ميت الخولي مؤمن، منية النصر ده اهليه. هسيب لكم يا جماعه العنوان بالتفصيل ورقم التليفون اخر الفيديو. خدوه سكرين. الناس اللي بتسال لو عندهم امكانيه للشحن ولا لا، اتواصلوا معاهم واسالوهم بقى على اي حاجه انتوا عايزينها. تمام. بس قبل ما ابدا فيديو النهارده بالاسعار، استحلفكم بالله اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انزله، وحطوا لايك للفيديو. مش عايزه منكم اكتر من كده، وكملوا الفيديو للاخر وشاهدوا الاعلانات فضلا وليس امرا. النهارده يا جماعه يعني في اخبار حلوه بالنسبه للمربيين، بس الناس ايه ما تستعجلش يا جماعه على النزول بالنسبه لسعر الكتاكيت. طبعا احنا عارفين ان انا قلت لكم في الفيديو اللي فات يا جماعة ثبات، وخصوصا لما يكون ثبات يستمر كذا يوم ورا بعض، معنى كده ان هو بصوا اوتوماتيك كده من غير اي مقدمات هيكون في نزول في سعر الكتكوت الابيض بامر الله الفترة اللي جاية. لان دلوقتي تقريبا كده الكتاكيت في المعمل اللي انا بنزل اسعاره اللي هو معمل البرماوي، في ثبات دلوقتي تقريبا كده بقالهم 5 ايام على سعر الكتكوت الابيض. فمعنى كده ان هيبقى في نزول، ونزول قوي وملحوظ بامر الله الفتره اللي جايه. احتمال كبير قوي يبدا من يوم السبت، بس برضو الله اعلم. لان زي ما قلت لكم يا جماعه قبل كده، عشان بس يبقى في مصداقيه في الكلام، سوق الكتاكيت اليومين دولت ملوش مالكه خالص، بيبقى عكس توقعاتنا. بس بامر الله خير، ولاني بجد ناس كتير جدا لغت الحجز وهديت على التسكين. فهدوءكم يا جماعه على التسكين ده هو اللي هيرجع بصوا الكتكوت لسعر مناسب، وهيوصلوا لسعر عادل، ما يبقاش بالافوره اللي احنا سامعينها دي او بالارقام الخياليه اللي احنا سامعينها دي. دلوقتي اقول لكم طبعا على الاسعار بالنسبه للكتاكيت والبط عمر يوم في معمل البرماوي. بس استحلفكم بالله لايك للفيديو واشتراك للقناه. الكتكوت الابيض النهارده عامل 25 جنيه في معمل البرماوي. الساسو الشفر، عايزه اقول لكم يا جماعه هو دلوقتي ليه تقريبا حوالي 4 ايام او 5 ايام ثابت في شركات او في معامل نزلت سعر الكتكوت عن كده. يعني في معامل بتبيع ب24 ونص، وفي بيبيع ب24، وفي ب23 و23 ونص. مش معنى كده يا جماعه ان الكتكوت اللي هو ب23 ده مش حلو، لا، طالما كتكوت شركه بصوا تاخده كده وانت مغمض. بس بيختلف بقى من معمل للتاني او من شركه للتانيه، ممكن يختلف نص جنيه، جنيه، 2 جنيه. مش معنى ان مثلا كتكوت ب25 في مكان وب23 في مكان تاني ان ابو 23 جنيه ده وحش، لا خالص. طالما انت شايف قدامك، انت بتحكم بعينك او بنفسك على الكتكوت اللي قدامك. طالما هو فرز اول وانت عارف مواصفات الكتكوت الفرز الاول، كون ان هو نزل من سعره 2 جنيه مش معنى كده وهو فرز اول قدامك تاخده وانت مغمض. ان شاء الله باذن الله ربنا هيرازيك. تمام. لان احنا طبعا كلنا عارفين ان كتكوت فرز اول زائد اهتمام بيساوي بصوا اوزان رهيبه وفرخه سوبر السوبر. شايفين يا جماعه الكتاكيت قدامكم هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه حد يتكلم عنها بصراحه ربنا. الكتاكيت حيويه ونشاط ومناعه وبصوا وتحويل عالي. الكتاكيت ديت كتاكيت ومنتجات شركه تاخدوها وانتم مغمضين. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقهم ويحمي المال لاصحابها اللي هم امين. بجد شويه بط وشويه فراخ وكتاكيت او كتاكيت يفتحوا كده النفس على التربيه ويشجعوا. يبقى الكتكوت الابيض النهارده عامل 25 جنيه في معمل البرماوي، وفي اماكن تانية بادئ من 23 جنيه ونص لحد 25. اساسه الشفر عامل 18 جنيه. الهجين عالي عامل 18 جنيه. البلدي المهجن 11 جنيه. الفيومي للبيض عامل 16 جنيه. الفيومي لحم عامل 18 جنيه ونص. الرز الديوك عامل 19 جنيه. بالنسبة بقى لأسعار البط الفرنساوي البيور عامل 30 جنيه. الفرنساوي العادي عامل 25 جنيه. المسكوفي ار 41 في طلب عليه شويه يا جماعه، لان طبعا كلنا عارفين ان احنا داخلين على مواسم، والناس بتبدا تسكن دلوقتي، وفي ناس بتبدا بالفعل الايام دي تسكن لرمضان. ما حدش يقول لي لسه بدري على رمضان، الناس بتحب كده ايه، تلحق وقتها بدري. تمام. عامل 41 جنيه النهارده المسكوفي ار 41. البط المولر او المولد عامل 38 جنيه. السمان عمر 20 يوم عامل 8 جنيه. الرومي الاسمر عامل 40 جنيه عمر 10 ايام. الرومي النعام 500 جرام عامل 170 جنيه. دي كانت اسعار النهارده يا جماعه بالنسبه للكتاكيت والبط عمر يوم في معمل البرماوي. بالنسبه بقى لاسعار الاعلاف، في نزول مستمر في اسعار الاعلاف والخامات. نزل سعر طن الذره الارجنتيني ل 10900 جنيه.
طن الذرة البرازيلي نزل ل10800 جنيه، الذرة الأوكراني نزل ل10000 جنيه، الذرة المحلية الأبيض 9800، الأصفر 10800، الصويا 46% 23000، الصويا 44% 22000. نزول أسعار المصرية الهولندية في الأعلاف يا جماعة 1000 جنيه في سعر طن العلف، يعني وصل سعر طن العلف البادي 17900 جنيه. ده كان فيديو النهارده بالاسعار. استحلفكم بالله لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ده رقم تليفون المعمل يا جماعه والعنوان بالتفصيل، اتواصلوا معاهم لو عندهم امكانيه للشحن او لا، هم هيعرفوكم. السلام عليكم.